لو عندك تاريخ مرضي في العيلة لأورام الثدي الخبيثة، يبقى احنا لازم ناخد بالنا من حاجات كتير جدا. المفروض كل السيدات من سن 20 سنة لسن 60 سنة لو عندنا تاريخ مرضي في العيلة بنعمل أشعة تلفزيونية كل سنة نطمن. لو حسيتي بأي كتلة المفروض بتتوجهي للطبيب، تفحصي نفسك كل شهر بعد انتهاء الدورة. بنفحص نفسنا كل شهر بعد انتهاء الدورة ليه؟ عشان لو في أي إفرازات غريبة من الحلمة، أو في أي تغير في شكل الهالة أو الحلمة، أو لو في أي كتلة محسوسة في الثدي نتوجه للطبيب الجراح. طيب، السكريننج او ان احنا نعرف الاكتشاف المبكر لاورام الثدي بيتعمل ازاي؟ لو عندنا تاريخ مرضي في العيله المفروض يعني لو ولادك يبتدوا يعملوا كل سنه اشعه تلفزيونيه على الثديين عشان يطمنوا، وقرايبك من الدرجه الاولى نفس القصه. السكريننج دوت بيفرق معانا ان احنا نكتشف بدري اورام الثدي، واكيد كل ما اكتشفناها بدري كل ما هيبقى العلاج افضل. تمام. طيب، لو احنا فحصنا نفسنا حسينا باي تغير بنتوجه للجراح على طول. التغيرات دي بتفرق معانا في ايه؟ بتفرق معانا في الاكتشاف المبكر لاورام الثدي ومعالجتها بكل سهوله. لان الاكتشاف المبكر بيفرق معانا ان احنا ما نعملش عمليات استئصال كامل للثدي، ونعمل عمليات استئصال تحفظي للثدي مع الحفاظ على شكل الثدي واعاده بنائه.